يا أهلا بيكم. النهاردة بقى هنتكلم في موضوع لذيذ جدا ومهم قوي، الأكل. بس طبعا هنتكلم عنه بالألماني. سواء حد فيكم بيفكر يسافر ألمانيا أو بس عنده فضول يعرف أكتر عن اللغة وثقافتها، الكلمات اللي هنتعلمها النهاردة دي أساسية جدا. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. طيب خطتنا ايه النهارده؟ بصوا، هنبدأ بمقدمة سريعة، بعدها نخش على طول في منتجات الألبان والحبوب، وبعدها الحلويات والبقوليات، بعدين هنتكلم عن العناصر الغذائية نفسها، وفي الآخر خالص هنعمل مراجعة سريعة عشان المعلومة تثبت. تمام، يلا بينا نبتدي بأول قسم معانا واللي بيركز على فئتين من الأكل مفيش غنى عنهم تقريبا: منتجات الألبان والحبوب. أول كلمة معانا هي das Milchprodukt. خلوا بالكم من الأداة das، وده معناه إن الكلمة دي محايدة. الكلمة نفسها متقسمة نصين: ميلش يعني لبن، وبرودكت يعني منتج. شوفوا اللغة الألمانية بسيطة إزاي؟ منتج لبن يعني منتجات ألبان. منطقية جدا، صح؟ طيب إزاي نستخدمها في جملة؟ بصوا على المثال ده: Ich esse keine Milchprodukte, weil ich vegan lebe. ترجمتها: أنا مش باكل منتجات ألبان عشان أنا نباتي. خدوا بالكم هنا من keine اللي بنستخدمها للنفي، وكلمة weil اللي معناها لأن أو عشان بتحذف الفعل لآخر الجملة. دي قاعدة مهمة قوي في الألماني. الكلمة التانية في الجزء ده هي das Getreide، برضو أداتها das ومحايدة، ومعناها الحبوب زي القمح والشوفان والرز وكل الحاجات دي. النطق بتاعها Getreide. وهنا بقى مثال حلو قوي بيربط الكلمتين اللي فاتوا ببعض. الجملة الكاملة مفروض تبقى Ich esse Getreide, aber keine Milchprodukte. يعني أنا باكل حبوب بس مش باكل منتجات ألبان. كلمة aber هنا معناها لكن، وبنستخدمها عشان نعمل تضاد بين فكرتين. يلا بينا بقى ننتقل للقسم اللي بعده ونشوف شوية كلمات لذيذة وشوية كلمات صحية. نتكلم عن الحلويات والبقوليات. ونيجي للكلمة اللي كلنا بنحبها، دي Süßigkeiten. الكلمة دي معناها كل أنواع الحلويات والسكريات، وخلوا بالكم من أداتها دي عشان هي كلمة جمع. شوفوا جملة تحفة دي بتقول Ob Schokolade, Kekse oder Kuchen, ich liebe Süßigkeiten. معناها سواء شوكولاتة أو بسكويت أو كيكة، أنا بعشق الحلويات. تركيبة ob oder دي استخدامها حلو قوي، ومعناها سواء أو. وفي مثال تاني مهم لازم نعرفه، الجملة بتقول Süßigkeiten enthalten viel Zucker. يعني ببساطة الحلويات فيها سكر كتير. الفعل هنا هو enthalten ومعناه تحتوي على، وطبعا سكر هو السكر. طيب نخش على الجانب الصحي بقى. الكلمة هي دي Hülsenfrucht، ودي معناها البقوليات. أداتها دي لأنها كلمة مؤنثة، والجمع بتاعها دي Hülsenfrüchte. طب زي إيه البقوليات دي؟ عندنا مثلا Erbsen اللي هي البسلة، واللينزن اللي هو العدس، وكمان بونن ودي ممكن تبقى فول أو فاصوليا على حسب بنتكلم عن إيه. الجملة دي بقى هتربط لنا كل حاجة ببعضها وهتنقلنا للقسم اللي جاي. Hülsenfrüchte enthalten wichtige Nährstoffe. معناها البقوليات تحتوي على عناصر غذائية مهمة. كلمة wichtige يعني مهمة، ونيرشتوفه دي بقى هي موضوعنا الجاي. تمهيد ممتاز. ودلوقتي وصلنا للقسم الثالث واللي بيتكلم عن المكونات الأساسية اللي جوه أكلنا نفسه، يعني العناصر الغذائية. الكلمة الأساسية هنا هي der Nährstoff، ومعناها العنصر الغذائي. الأداة بتاعتها دير لأنها كلمة مذكرة، والجمع بتاعها دي Nährstoffe زي ما لسه شايفينها من شوية. السلايد دي بتلخص لنا أهم العناصر الغذائية، خلونا ناخدهم واحدة واحدة. أولاً عندنا بروتين، ودي طبعاً البروتينات. بعدها فيتامينة، ودي سهلة، الفيتامينات. بعد كده عندنا كلمة طويلة شوية، كولين هيدراتة، ودي اللي هي الكربوهيدرات. وآخر حاجة فيتا، ودي معناها الدهون. وبكده نكون غطينا أهم المجموعات الغذائية. دلوقتي عشان نتأكد إن المعلومات دي لزقت في دماغنا، يلا بينا نعمل مراجعة سريعة على كل الكلمات اللي قلناها. يلا نراجعهم مع بعض بسرعة. حاولوا تفتكروا معنى كل كلمة قبل ما أقولها. نبدأ ب Das Milchprodukt، دي منتجات الألبان. بعدها Das Getreide، الحبوب. دي Süßigkeiten، الحلويات. دي Hülsenfrucht، البقوليات. وآخر حاجة der Nährstoff، العنصر الغذائي. ممتاز جدا. وبكده نكون وصلنا لآخر الشرح بتاعي النهاردة. عندي سؤال ليكم بقى، إيه أكتر كلمة جديدة عجبتكم أو حسيتوا إن نطقها مميز كده؟ مستني أعرف في التعليقات. ولو الشرح ده كان مفيد ليكم ياريت تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد في تعلم اللغة الألمانية. أشوفكم في الشرح اللي جاي. سلام.